الكاش دايما كسبان، مش بيقول لك القرش صياد؟ في الوقت اللي احنا فيه اللي سايب فلوسه كاش هو اللي كسبان، والسوق كله في حالة تصحيح. الذهب وصل لأعلى سعر في تاريخه، ما ينفعش تشتري ذهب دلوقتي، والعقارات فايدتها بتقل في البنك المركزي، وبالتالي الأسعار هتقل ومدة التقسيط هتكون أطول. الدولار سعره عالميا عمال ينزل، وفي مصر نزل من 52 جنيه ل 48 جنيه. البورصة المؤشر كان وصل لقمة تاريخه برضه وتراجع وحصل تصحيح. يبقى مين اللي كسبان؟ اللي معاه فلوس كاش، أو اللي مشغل فلوسه بالجنيه المصري في أدوات دخل ثابت أو صناديق نقدية. خليني أبسطها لك. طب اللي جاي إيه بقى؟ أو ممكن تستثمر في إيه؟ ممكن تستثمر في الحاجات اللي خلصت تصحيح، أو سيب فلوسك كاش لغاية لما الحاجة اللي عايز تستثمر فيها تتصحح فعلا. يعني مثلا لو عايز تستثمر في ذهب، خلي الكاش معاك واستنى لما السعر يستقر الأول وبعدين اشتري. البورصة ممكن تتدخل دلوقتي، اختار صندوق أداؤه كويس وادخل فيه، بس على مراحل. كل أسبوع حط مبلغ معين. خليك دايما فاكر إن مفيش حاجة اسمها أحسن حاجة تستثمر فيها فلوسك. كل وقت وليه أفضل أداة استثمار، وده على حسب المتغيرات وحالة السوق. استنوني في دقيقة بكرة مع مصطفى.